أهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض مناقيش اللحمة بطعم بيجمع بين المناقيش الشامي والحواوشي المصري. ميكس رهيب في طعمه وفي شكله كمان. مش قادرة أقولكوا قد إيه ريحته تشهي وطري طراوة مش طبيعية. العجينة بتاعته سهلة جدا التعامل بيها، وحشوة اللحمة بتتبيلة بسيطة ولكن بطعم ياخد العقل لأنها بالتاتش المصري. وصفة بسيطة جدا في إعدادها، مش هتاخد منكم وقت خالص ولا مجهود، وطعمها بجد يستحق التجربة. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، اعملوا لي لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واضغطوا على علامة الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل الوصفات الجديدة. في البداية هنبتدي نتعرف مع بعض على مقادير العجينة اللي هي بسيطة خالص ومكوناتها في كل بيت. عندنا هنا 5 كوبايات من الدقيق جميع الاستعمالات أو دقيق مخبوزات 650 جرام، ومعلقتين كبار من الحليب البودر 20 جرام، ونص كوباية من الزيت 100 جرام، ممكن نستخدم زيت زيتون أو زيت ذرة عادي جدا، ونص كوباية من الزبادي 100 جرام، وياريت الزبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة أو يكون دافي، بلاش الزبادي يكون طالع من التلاجة ونستخدمه على طول. وهنحتاج كوباية ونص من الحليب الدافي 350 ملي، لو متوفر عندك الحليب كامل الدسم يكون أفضل، ومعلقتين كبار من السكر 30 جرام، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية 10 جرام، والطبق القمر ده فيه نص معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، معلقة صغيرة مش مليانة من حبة البركة، ومعلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة مش مليانة من البيكنج باودر 5 جرام. في بولة العجن بقى هنبتدي نضيف كوباية ونص من الحليب كامل الدسم الدافي 350 جرام، وياريت يكون كامل الدسم لأنه بيدي غنوة أكتر للعجينة وبيخلي طعمها أحلى. وعلى الحليب الدافي هنضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية 10 جرام، وعلشان نساعد الخميرة إنها تتفاعل بشكل أسرع هنضيف معلقتين كبار من السكر 30 جرام، وعليهم هنضيف نص كوباية من الزبادي 100 جرام بدرجة حرارة الغرفة، ولو تقدروا تدفوها قبل ما تضيفوها يبقى تمام قوي. وهنضيف نص كوباية من الزيت 100 جرام، ولو متوفر زيت زيتون بيكون أفضل بكتير. وبعدين هنبتدي نقلب المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي، وهناخد من كمية الدقيق اللي عندنا اللي هي 5 كوبايات، هناخد منها في الأول كوبايتين نضيفهم على الميكس الحلو اللي عندنا ده، وهنقلب بقى المكونات بتاعتنا دي كويس جدا لحد ما يتكون عندي خليط سائل كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت ما بيكونش فيه دقيق لسه ما اتخلطش في الخليط، يعني لازم يكون الدقيق اختفى تماما. وفوطة جافة هنبتدي نغطي الخليط بتاعنا لمدة 15 دقيقة، وبعد 15 دقيقة لما هنشيل الفوطة هيبقى العجين بتاعنا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. العجينة فارت شوية لأن مفعول الخميرة بدأ يظهر، وكده بنكون اتأكدنا إن الخميرة بتاعتنا صالحة للاستخدام، وإن شاء الله تنجح معانا الوصفة. وعلى طول هنبتدي نضيف عليها حبة البركة والزعتر والملح واللبن البودر وبقية كمية الدقيق اللي احنا جنبناها، اللي احنا في الأول أخدنا منها كوبايتين، وعليهم هنضيف المعلقة الصغيرة بيكنج باودر 5 جرام. لو متوفر عجان يبقى هناخد الخليط بتاعنا ده على العجان أول حوالي 3 دقايق أو 4 دقايق على السرعة البطيئة اللي هي 1 أو 2، وبعد كده هنبتدي نسرع واحدة واحدة لمدة 10 دقايق لحد ما يتكون عندي خليط نوعا ما متماسك مش بيلزق في الإيد وطري جدا زي ما هنشوف بعد شوية. يعني احنا في الأول هنشغل العجان بتاعنا على درجة حرارة بطيئة، وبعدين هنبتدي نسرعها واحدة واحدة لحد ما نوصل بقوام العجينة للقوام اللي قدام حضراتكم ده، ونوصل بالعجينة ان هي تكون طرية وناعمة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. لما نوصل للقوام ده احنا مش هنضيف ولا سوائل ولا دقيق ولا اي حاجة. الفرق بس في ايه؟ ان ممكن الدقيق عندك يختلف عن عندي، فممكن تزودي معلقة صغيرة او معلقة كبيرة، وده حد اقصى يعني للسوائل لو حسيتي ان هي ما وصلتش للقوام ده معاكي. وبعدين هناخد العجينة بتاعتنا نحطها في بولة فيها مسحة بسيطة خالص من الزيت، وهنغطيها ببلاستيك ريب أو بأي كيس كده محكم الغلق، وهنحط عليها فوطة علشان تبقى في مكان دافي مظلم لمدة ساعة أو ساعة ونص، بس أنا بصراحة سبتها ساعة بس، وكانت النتيجة بتاعتها جميلة جدا وناجحة جدا ما شاء الله. شايفين العجينة ملت البولة ازاي وبقت فظيعة؟ هبتدي بقى اطلع منها الهواء وابتدي المها كده بالراحة من غير ما احط في ايدي ولا زيت ولا اي حاجة، هي العجينة بمقادير مظبوطة فهتتلم معاكي بمنتهى السهولة.
وبعدين هاخد العجينة بتاعتي وابتدي اجزأها او اعملها كور على حسب ما انا عايزة حجم المناقيش بتاعتي. انا عملتها هنا 10 كور بس، انتي تقدري تعمليها 6، تقدري تعمليها 8، تقدري تعمليها 12 او 13 على حسب حجم الرغيف بتاعك انتي عايزة تعمليه قد ايه. هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق عبال ما اعمل الحشوة بتاعتنا اللي بالتتبيلة الخطيرة اللي جمعت في الطعم بين المناقيش الشامي والحواوشي المصري. عندي هنا 500 جرام من اللحم المفروم ميكس بين اللحم الضاني واللحم البقري، بيكون طعمه أطعم بكتير من ان هو يكون لحم بقري بس لو متوفر عندك نوع واحد بس اشتغلي عادي جدا. والطبق القمر ده فيه نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البهار الحلو، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح. والطبق ده فيه نص كوباية من البقدونس المفروم. والطبق الكيوت ده فيه معلقتين كبار من بهارات الحواوشي. وهنحتاج معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وعلى حسب الرغبة ده فلفل أخضر وأحمر حار، أنا أخده من كل نوع واحد بس. وهنحتاج ل 500 جرام من اللحمة المفرومة بصلتين كبار مفرومين. وفي بولة هنبتدي نضيف مكونات الحشو مع بعض. أول حاجة هننزل بالبصل المفروم اللي هم بصلتين كبار مفرومين، وعليهم هنضيف معلقة صغيرة من الثوم والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود والبهار الحلو ومعلقتين كبار من بهارات الحواوشي. وهنقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي علشان نتأكد ان التوابل اتشربت كويس قوي مع البصل. وبعدين هنضيف نص كوباية من الثوم المفروم، وهنضيف 500 جرام من اللحمة المفرومة اللي احنا قلنا ان هي ميكس بين اللحم البقري واللحم الضاني. وبعدين هنقلب المكونات بتاعتنا دي كويس قوي لحد ما نتأكد ان اللحمة اتبلت كويس قوي بالبهارات والبقدونس والبصل اللي احنا حاطينهم كلهم مع بعض، وبقى لونها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هناخد اللحمة بتاعتنا هنشكلها لكور صغيرة على قد كمية الكور الصغيرة بتاعت العجين اللي احنا عملناها. يعني لو عملنا 10 كور زي ما انا عاملة النهاردة، يبقى هنعمل برضو 10 كور صغيرين من اللحمة. ودي كور العجين بتاعتنا بعد ما ارتاحت 10 دقايق عبال ما عملت الحشوة بتاعت المناقيش بتاعتنا. هنجهز بقى صينية الفرن بتاعتنا وهنحط عليها ورقة خبز أو ورقة زبدة، وهناخد واحدة ونبتدي نفردها من النص لبره أكننا بنعمل بيتزا. يعني مش هنخرج الهواء منها كلها مرة واحدة علشان يبقى فيه تجويف جوه العجينة نحط فيه اللحمة اللي احنا كورناها بالشكل اللي قدام حضراتكم كده بالظبط. وهبتدي بقى افرد اللحمة مع العجين علشان اللحمة تخش جوه العجين ويبقى فيه زي ايه حواف كده للعجينة، ما تخليش اللحمة ساعة السوى تطلع لفوق ويبقى اكنه رغيف سوى واحد. احنا عايزين نضغط اللحمة كويس قوي جوه العجينة علشان تبقى واخدة شكل اسطواني كده واللحمة في النص. هنخلص الكمية كلها وممكن نسيبها سادة كده او ممكن نحط على وشها جبنة. انا عملت نص الكمية سادة والنص التاني حطيت على وشه جبنة موزاريلا وجبنة شيدر. طبعا مش قادرة اقول لكم اللي بيتحط على وشه جبنة ده او مشكل جبن بيبقى طعمه عامل ازاي، لازم تجربوه علشان تحكموا بنفسكم. وبعدين بمعلقة سمنة بلدي كده مذابة هنبتدي نمشي على أطراف العجين علشان يدينا اللون المحمر اللي شفتوه في أول الفيديو. أنا ما بحبش أحط بيض، بس انتوا لو حابين تحطوا بيض مفيش مشكلة. وبعد ما نخلص الكمية كلها هنبتدي ندخلها على فرن حامي على أعلى درجة حرارة عندك في الفرن بتاعك، وهنحطها في الرف اللي في النص وهنكون مشغلين الفرن من تحت بس. أول ما الحروف تاخد لون بسيط كده ذهبي هنبتدي نشغل الشواية، وأول ما تاخد اللون المحمر اللي قدام حضراتكم ده هنبتدي نخرجها على طول من الفرن، لأنها هتكون استوت ومش محتاجة تقعد في الفرن أكتر من كده. بجد يا جماعة أنا مهما أوصف لكم طعمها وطراوة العجينة مش هقدر أوصف لكم جمالها كان عامل إزاي. لازم تجربوها وتحكموا بنفسكم، لأن بجد تخيلوا معايا كده طعم المناقيش الشامي مع الحواوشي المصري، تخيلوا كده الاتنين مع بعض هيكون طعمهم عامل إزاي. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومع ألف سلامة.